لو انت بتشتري اي فئه من فئه الايفون 14 او اي فئه من فئه الايفون 15، فتعال اقول لك تشتري انهي علبه من العلب اللي محيره الناس. ويلا عشان ما اطولش عليك، تعالى. لو انت بتشتري اي فئه من فئات الايفون 14 او اي فئه من فئات الايفون 15، فاحب اطمنك يا صديقي ان انت مش مشكله معاك العلبه خالص. يعني لو انت هتجيب علبه ياباني هات علبه ياباني، لو هتجيب علبه هندي هات علبه هندي، لو هتجيب اتحاد اوروبي العلبه اللي مكتوب عليها بالانجلش هاتها، لو هتجيب شرق اوسط هاته. طب هو ليه في مصر عندنا الشرق الاوسط بيبقى اغلى؟ العلبه الشرق الاوسط اغلى من العلب دي. ده بكل بساطه يا صديقي عشان خاطر لو لا قدر الله في حاجه توديك ضمان، بس انت اصلا ما عندكش ضمان. يعني مصر اصلا شرع الاوثرايز بتاعها ما استلمش ولا فئه من الفئات ال14 ولا فئه من فئات ال15، فكده انت مش هتعرف تدخله ضمان. طيب ليه برضو نجيب الشرق الاوسط؟ انت تجيب الشرق الاوسط في حاله واحده بس، لما يكون عندك حد من قرايبك مثلا في دبي او في اي دوله من الشرق الاوسط، فبتقدر ان انت تديله الموبايل، فبيروح الاوثرايز او الوكيل بتاع ابل المعتمد وبيقدر يبدل لك التليفون. انما لو انت ما عندكش حد من قرايبك بره مصر تقدر تاخد معاه الخطوه دي، ان لو لا قدر الله في مشكله في موبايلك تقدر ان انت تبعته معاه. فيا صديقي ملهاش اي 30 لازمه ان انت تجيب العلبه الشرق الاوسط. هات العلبه الياباني او هات العلبه الاتحاد الاوروبي او حتى هات العلبه الصيني، دي مش مشكله خالص، لانك انت مش هتعرف توديه الضمان، ما انت ما عندكش حد ان هو يسفر لك الموبايل دبي مثلا. فانت اولى بال 500 جنيه الفرق او ال 1000 جنيه الفرق، دي هتكون مصلحه ليك. واحد هيقول لي لا الجهاز موجود في شركات الاتصالات الكبرى، يعني في فودافون، في اتصالات، في وي، في اورنج، كل ده تمام حلو قوي، روح له اشتريه. طبعا السعر يبقى خزعبلي شويه بس مش مشكله، بس ده ما عندوش وكيل. ده لو الجهاز لا قدر الله فيه عيب بتديله الموبايل بيديك غيره، او بياخد منك الموبايل وبتستنى على الهولد بتاع حوالي من 4 ل 6 اسابيع على ما بيصفر الموبايل دبي، وبيبتدي ان هو يبدل الموبايل في دبي ويجيب لك غيره. الموضوع ده بياخد بالجمارك من 4 اسابيع ل 6 اسابيع، حتى لو العلبه انجليزي هو اللي متكفل انه يقدر يعمل الخطوه دي. فانت لما تيجي تشتري اي فئه من فئات ال14 او ال15 ما تدققش في العلبه قوي، ادام انت ما عندكش حد بره مصر تقدر تبعت معاه الموبايل عشان خاطر يستبدله لك من ابل. ده كان فيديو سريع عشان في ناس كتير بتكلمني على موضوع العلب. تابعنا يا صديقي لو انت اول مره تشوفني، احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين موبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم، وبنحاول وبنسعى جيدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعنا على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض اتمنى انها تعجبك ان شاء الله. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضيها هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. استنى رسالك على الانستجرام، اعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.